السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام مرة تانية عن ريال مدريد والسيتي. ريال مدريد بيعتمد على بلينجهام، هو أهم لاعب في وسط الملعب عنده، وعنده سرعة وذكاء ومهارة مخلياه في حتة تانية خالص. كرة القدم بتحب ريال مدريد جدا لأنه زي ما قال النجم الكبير أبو تريكة إنه فريق نتائج، عرف يتأهل، ولما تكون النتائج في صالحه محدش يسأل أبدا عن الأداء. ومانشستر سيتي كان الأفضل لكنه خرج من البطولة، وهو الأكثر الاستحواذ وفرص، لكن برضه خرج من البطولة. وريال مدريد ما لعبش غير 30 دقيقة بس من أصل 220 دقيقة ذهاب وعودة، وعرف يجيب 4 أهداف. أنشيلوتي عرف يوصل لركلات الجزاء، وده نجاح في حد ذاته. وزي ما قلت التاريخ هيكتب إن الريال صعد نص نهائي على حساب مانشستر سيتي. ريال مدريد معاه 14 دوري ابطال، ولما يفوز بالالقاب عند جماهيره مش مهم الاداء. اتنين محدش اتكلم عنهم وهم الحارس لونين وروديجير، كانوا نجوم الفريق امام مانشستر سيتي. لعبوا مباراة ممتازة جدا، وكان تمركزهم صح في كل الكور اللي راحت عليهم من مانشستر سيتي. وفي النهاية فاز ريال مدريد بشخصيته وثقافته في حصد البطولات. خليني اقول لك ان افضل باك يمين على مستوى العالم من وجهة نظري هو كارفاخال، مجهود خرافي محدش يقدر ينكره. لعيب البلد كده ما بيبيعش نفسه في التدخل لواحد ضد واحد، قاري اللاعب اللي رايح عليه بالكرة، وشفنا ده من خلال المباراة اللي كسبها الريال من فم الاسد مانشستر سيتي. مليون مبروك للملكي وهارد لك للسيتي، والكلام ما ينتهيش عن الكرة الحلوة والمتعة الحقيقية، واشوفكم على خير. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم.